أنه نحن ماضون في دربنا الذي اخترناه عن طوعية، اللي هو النضال من أجل يعني الحصول على وظيفة. لا شيء يثنينا عن هذا الطريق أو السبيل اللي خديناه. لا تعتقدوا كما قلت أنكم بهذا الجران ديالكم، بهذا الوعد المعسولة ديالكم، أنكم غادي تدفعونا أننا يعني ننجحوا، بل العكس. فهذا لن يزيدنا إلا صمودا، ولن يزيد شرارة نضالتنا أو هذه الشرارة دي إلا اشتعالا. فأقول أنه يجب الانكباب على الموضوع، على الملف ديالنا وبشكل مباشر، من أجل يعني إذا بغيتوا ورزات ترجع المدينة الهادئة حسب الترجمة الحرفية ديالها من الأمازيغية، مدينة بدون ضجيج، عليكم أن تنكبوا وبشكل مباشر وصريح على الملف ديال المعطلين، وبالتالي كتعطى لكم فرصة أنه المدينة غادي تولي مدينة بدون ضجيج، وإلا ستبقى مدينة الاحتجاجات ومدينة الضجيج إلى حين التعاطي الإيجابي مع الملف ديال المعطلين. ننبه المسؤولين بالوعود الزائفة، المعركة النضالية ولا زالت قائمة. وننبه المسؤولين بالوعود الزائفة، المعركة النضالية ولا زالت قائمة. وننبه المسؤولين بالوعود الزائفة، المعركة النضالية ولا زالت قائمة. وننبه المسؤولين بالوعود الزائفة، المعركة النضالية ولا زالت قائمة. وننبه المسؤولين. تعرج دائما على ألسن المسؤولين أنه التوظيف المباشر في المغرب انتهى. للأسف الشديد الآن يعني تخصصت 7000 أكثر من 7000 نصيب، وستفوت يعني حاملي الشهادات يعني اللي ديزا. هذا يعني أن السياسة اللي كاينه جا نخدم في هذه البلاد دائما تتبقى سياسة سبيانية وسياسة لا مسؤولة. دائما كيكون فيها هذاك المد والجزر حسب الأهواء ديال المخدم. يعني أي فئة ضاغطة كيمشي تعاطى إيجابيا مع الملف ديالها، الفئة اللي جالسة ومخبية يعني كيتم التهميش ديالها. وحنا كنا على يقين أننا من الفئة اللي ما غاديش تسكت حتى تاخذ الحق ديالها. من هذا المنبر تنقولوا انه يعني في بوعياش بني بوعياش وقعت يعني مسائل كندينوها يعني من باب تدخل ديال قوات القمع على الاخوان ديالنا تما فرع بني بوعياش، لا لشيء الا لانهم يدافعوا على الحق ديالهم يعني العادل والمشروع والمتمثل في الادماج المباشر في الوظيفه العموميه. وكتم تلفيق بعض التهم خطيره جدا في صفوف يعني المعطلين ديال هذا الفرع هذا. إذن قالت بالمجد من طبيعة النظام، هذا قولتها محاكمات سوريا. قالت بالمجد من طبيعة النظام، هذا قولتها محاكمات سوريا. قالت بالمجد من طبيعة النظام، هذا قولتها محاكمات سوريا. وفي الأخير ندين كل الإدانة على السياسة الهوجاء التي ينهجها النظام ضد كل حركة احتجاجية اللي كتطالب بحقها المشروع والعادل، وعلى رأسها الاحتجاجات والنضالات ديال الجمعية الوطنية حملة الشهادة المعطلين بالمغرب. وفي الأخير كذلك أقول، وهذه نقدر نخليها قولة، يعني إياكم ثم إياكم أن تعتقدوا أن السياسة اللي متبعينها الآن غادي تثنينا على السبيل الوحيد الذي اخترناه هو النضال. فما غاديش نتقاضاو حنا حتى يعني تسلمونا الوظائف ديالنا. وفي الأخير دامت الجمعية الوطنية لحماية الشهادة المعطلين بالمغرب صامدة ومنضلة، ودمتم ودمنا للنضال صامدين. تحية نضالية.